مساعد نور الامن دخلت له قال لي كده بما معناه من الاخر البابا خط احمر، محدش يقف قدام الكاتدرائيه من القيادات العليا فوق، وانسوا ان البابا والكاتدرائيه هم قال لي 3 مؤسسات، قال لي الكنيسه والازهر وقصر الرئاسه، ال3 دول خطوط حمراء محدش يجي ناحيتهم. طب احنا لنا حقوق، لنا طلبات، لنا قال لي شوف حد من جوه الكنيسه يتوسط لكم مع البابا وحلوا مشاكلكم، لكن احنا عشان نديكم تصريح كامن تقفوا قدام الكنيسه، انت عايز العالم يتقلب علينا؟ عايزها تبقى قضيه دوليه، الدول بره كلها يقولوا الامن صرح للناس تقف قدام البابا؟ ليه ده؟ انسى. واحنا ضد التظاهر جوه الكنيسه، احنا مش عايزين حاجه من الكنيسه، احنا المفروض عندنا مطالب ان احنا نتظاهر قدام الدوله اللي بتمثل او اللي عندها القدره ان هي تحقق المطالب دي. يعني مثلا انا ضد ان احنا نتظاهر في الكاتدرائيه، ليه ما تظاهرش قدام وزاره العدل تعمل لي قانون الجواز المدني؟ ليه ما تظاهرش قدام وزاره الداخليه ان هي ما تدينيش تصريح وان انا اتظاهر وقت ما انا عايز يعني. فالموضوع انا شايف ان الكنيسه قدرت ان هي ترجعنا تاني ان احنا نبقى مجبرين ان احنا نعيش تحت وطأة دولتها الابويه اللي هي عايزاها. الدوله طبعا ده مريح جدا بالنسبه لها. وتاني انا بسجل ان احنا كان لنا موقف وفقا لمبادئنا واخلاقنا التي اعلناها منذ تاسيس ائتلاف اقباط مصر. نحن نحترم مبادئنا واخلاقنا التي توقر وتقدر المؤسسات الدينيه كافه ورجال الدين كافه، ومن اهان الكنيسه والبيت فما بالك يعني بزوار البيت امثالنا يعني. فالاهانه يعني متجاوزه ومتطاوله ومستمره وربنا يسامح. بدايه كلمته انه قدم فينا بلاغات وهيحصل. لا انا مش عايزين ندخل في خلينا ده. احنا حضرتك كان لنا 11 مطلب وافق على 10 منهم الان بدنيان، ومطلب ال 11 احوال الشخصيه، يعني بنتكلم في فساد مالي واداري. طيب ما هو لو دي بس ده كان اقتراحي يعني. انا ممكن اوضح حاجه صغيره. لا هديك كده. احنا مش بندافع عن الكنيسه. انت ساعتك دي بس لا ندافع عن الكنيسه، الكنيسه لها رب يحميها. نحن ندافع عن الكنيسه اكتر منك. طب يا سيدي طب لو سمحتوا يا جماعه، انا مش بدافع عن الكنيسه اساسا يا استاذ. انا بدافع عن الكنيسه، انا بدافع عن مبادئي، انا بدافع عن الكنيسه من الفاسدين يا استاذ يا فادي. انا بدافع عن مبادئي واحترامي للمؤسسات الدينيه. طيب الموضوع يا جماعه لا دافع عن اي مؤسسه. لا انا دافع عن مبادئي انا واحترامي. لو سمحت كلمه الاستاذ فادي. ايوه انا ليا حق الرد على الموضوع. طب دي يا حضرتك اتفضل يا سعد. طب ما تزعلش انا ردك. في حاجتين لازم اكد عليهم. الندوه مش هجوم على الكنيسه ودفاع عن الكنيسه. الندوه بتقول ان وصلنا يا فندم وحذرنا من بلاغات بكره هياخد فيها خطوات. لا ده هو هقدم في حضرتك اكمل بس اكمل حضرتك. احنا هنا مش اسمه يا فندم يا سيدي انا هبعت لك اسمه يا بس المهم يبقى البلاغ ليه معنى. يا استاذ البلاغ يبقى ليه معنى، ليه قيمه. انت بتضيع بلاغ حضرتك اللي ليه قيمه. حضرتك ظهرت 20 مظاهره وتنكر عليا حق. طبعا يا فندم. يا انت غلبان لست بلبله يا استاذ جورج. تصريح عني ومفيش تصريح عني. مين اللي قال انا صادر مين اللي انت يا كاذب ومنسق حملتك. مين اللي قال فيه تصريح امني؟ مين اللي اعلن فيه تصريح امني؟ يا لا كده مش هينفع. محدش اعلن فيه تصريح امني كده يا استاذ جورج. يا استاذ جورج اسلوبك مش هينفع كده. انا بس اولا مين اللي هيقعد مع حضرتك؟ يا فندم النبي عندها هو لو سمحت مش هينفع على استاذ فادي معلش في كده خلاص في حوار. انت خدت حوار في حوار انا عملت رجاء في فقط. لو سمحت يا استاذ. طيب اتفضل استريح يا استاذ جورج. احنا في حاجتين لازم نأكد عليهم ومش هينفع حضرتك ما هو ده اللي هيحصل. ده اللي هيحصل. في حاجتين مش مقبول. بص ليه بدل الاعتراض 50 بس انا محترم ان في حد دار الحوار. طيب حضرتك استنى. انا اعتذر بالحضور يا جماعه. استاذ لا دي يا استاذ جورج. طيب اول حاجه احنا هنا مش جايين بننتقد الكنيسه او بنأيد الكنيسه.